ننتقل إلى البيت 54. ظاهر لظى شواظ كظم ظلما أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. ظاهر هذه جاءت بعدة معاني في القرآن الكريم، جاءت كما نرى على اللوحة على 6 معاني. المعنى الأول أنها ضد الباطن، الظاهر ضده الباطن. على هذا المعنى جاءت في 14 موضع، أولها وذروا ظاهر الإثم في الأنعام الآية 120. المعنى الثاني التي جاءت به كلمة ظاهر يظاهر بمعنى الإعانة، ظاهره بمعنى أعانه، جاءت على هذا المعنى في 12 موضعا، أولها تظاهرون عليهم البقرة 85. والمعنى الثالث الذي جاءت عليه بمعنى العلو، ظهر فلان على فلان بمعنى علاه يعلوه، في 5 مواضع جاءت على هذا المعنى، ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله، في التوبة الآية 33. اللوحة التي بعدها بمعنى الاطلاع، إذن ظهر على كذا بمعنى اطلع على كذا، جاءت بهذا المعنى في 3 مواضع، أولها لم يظهروا على عورات النساء في النور الآية 31. وجاءت أيضا ظهر فلان على فلان بمعنى الظفر في 4 مواضع، أولها كيف وإن يظهروا عليكم، يعني يظفروا بكم، التوبة الآية 8. وبمعنى الظهار المعروف في، يعني كانت العرب تستعمل هذه العبارة أن يعني بين الرجل وامرأته في 3 مواضع، أولها اللائي تظاهرون منهن، اللائي تظاهرون، الأحزاب الآية 4. انتهينا من كلمة ظاهر. الكلمة الثانية في البيت ظاهر لظى. جاءت لظى أيها الإخوة في القرآن العظيم في موضعين. الموضع الأول كلا إنها لظى في سورة المعارج الآية 15، وجاءت بفعل تلظى فأنذرتكم نارا تلظى. تلظى أصلها تتلظى بوزن تتفعل، لكن العرب يحذفون إحدى التاءين تخفيفا، فبدل من أن يقولوا تتلظى يقولون تلظى. فأنذرتكم نارا تلظى في سورة الليل الآية 14. ظاهر لظى شواظ. ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي كلمة شواظ، وذلك في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار في سورة الرحمن الآية 35. كظم الكلمة التي بعدها جاءت في 6 مواضع، أولها والكاظمين الغيظ في سورة آل عمران الآية 134. ظلم جاءت في 289 موضعا في القرآن العظيم، مواضع كثيرة جدا، 289 موضعا، أولها في البقرة فتكونا من الظالمين، البقرة الآية 35. الكلمة التي بعدها أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. أغلظ جاءت من الغلظة طبعا، جاءت في 13 موضعا، أولها غليظ القلب في آل عمران الآية 159. الظلام الذي هو ضد النور، جاءت هذه الكلمة في القرآن في 26 موضعا، أولها في ظلمات لا يبصرون البقرة الآية 17. الظفر المعروف الذي هو في أيدي الإنسان وأيدي الحيوانات وغيرها، ظفر جاء ذلك في قوله تعالى موضع واحد كل ذي ظفر. طبعا ظفر الفصيح فيها ضم الفاء، ظفر بوزن فعل، ويقال ظفر بالتخفيف يعني بالتسكين تخفيفا، يقال ظفر تخفيف، وإلا الأصل أن يقال ظفر. كل ذي ظفر في الأنعام 146. الكلمة التي بعدها انتظر، من الانتظار، جاءت في 14 موضعا، أولها قوله تعالى قل انتظروا إنا منتظرون. انتظروا موضع ومنتظرون موضع، ومجموعها في القرآن 14 موضعا. الموضع الأول جاء فين؟ في الأنعام الآية 158. الكلمة الأخيرة في البيت ظما من الظمأ،
جاءت في 3 مواضع في القرآن، أولها لا يصيبهم ظمأ، لا يصيبهم ظمأ، في التوبة الآية 120.